نعم أستاذ. اتفضل يا درويش. عمي طيفور على البركة الله يعينه. هي أعطيتك أستاذ جملة فيها 3 عاعات، عينتين من دون ذناب وعين بلا ذنب. برافو يا درويش، عود. شو برافو كويس؟ بزعل منك استاذ؟ ولا شو؟ انا اجلب على البركه انا؟ طول بالك معلم طيفور، مين اجى صوبك انت؟ الاستاذ طلب جملة عم اعطيه اياها، ليش تدخل انت؟ بكل اللغه العربيه ما لقيت جمله غير اني انا على البركه؟ اتركني عنه. بس يا طيفور بس. شو نسيان حالك انك بدرس؟ تفضل اطلع لبرا، اطلع لبرا ولا تيجي لهون الا معك ولي امرك. تفضل. هدول مستقصديني استاذ، هدول دايما هيك بيسقوا فيي وبيشرشحوني قدام العالم، انا فرجيكم بالباحه. اطلع لبرا، اطلع. هذا انت يا هذا خلينا من الدرس. هذا يلا. خير؟ هو خير ان شاء الله خير. الاستاذ طردني من الصف. خير ان شاء الله. ليش طردك؟ شو عامل؟ في واحد قليل ادب بابا حسن بهدلني وقال انه انا اجدب على البركه. قمت وقت خانقته وتعايطت انا وياه قلعني الي الاستاذ وخلاه هو قاعد. طيب يا طيفور، عود لينتهي الدرس وانا ببعت ورا الاستاذ بشوف شو القصه. شكرا. شكرا. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك أستاذ. درسنا اليوم انتهى. المطلوب منكم تجوني بكره محضرين الدرس بشكل جيد وكاتبينه على دفاتركم 3 مرات، بالاضافه لكتابه حرف العين باشكاله ال4. مفهوم؟ مفهوم أستاذ. أستاذ؟ نعم. معلش إذا كتبت جملة عمي طيفور على البركة بلشت فيها يعني؟ لك يا اخي انت شو قصتك؟ يعني ما لقيت اللي غيرها؟ غيرها يا اخي. حاضر أستاذ حاضر. هلا الحكي اختلف معي. عفوا استاذ، يعني انا بعتذر وما بقى تنعاد ان شاء الله. انا ما دخلني، هي انت وهي الاستاذ تصفنوا من كل بعض. انا مستحيل اتراجع عن كلمتي وخليه يدخل على الصف الا بعد ما يجيب ولي امره يا استاذ احمد. عفوا، يعني اذا جبت ولي امري بيمشي الحال؟ خلاص فرطيت القصه. ماشي الحال. ماشي ماشي، يلا السلام عليكم. عليكم السلام. هلا معقولة طيفور طردوه من الدورة؟ لأنه صاير مشاغب كثير وفوضوي. هلا معقول الحكي اللي عم تقوله انت؟ الانكل طيفور الله يخلي لنا اياه يا رب صاير مشاغب، يعني انتوا الاوادم؟ ليش هيك ما عم تصدقوني؟ لك ما بزل عليكم، هجم على ابو الدراويش وبده يقتله، لولاي ما خلصوا انا كان قدحوا قتله حشكوا ولبك، مشان هيك قلعوا الاستاذ. شو؟ شايفتك ساكت ما تحكي؟ يا حرام القط بياكل عشاك. مثل ما عم يقول لك زكي، ليش ما عم تصدقيه؟ لا انت بعرفك اكيد عامل معه شي عمله ولا عامل لك شي فصل. حكم بعرف فصولك اللي ما بتنحمل. انا امك. حاج تبكي ام زكي، حاج تبكي، والله قطعتي لي قلبي. شو بدي اعمل بحظي المعتر؟ ابني وخسرت والمصاري حق البيت كمان طاروا، ليش هيك عم يصير فيي؟ شوفي ام زكي وقولي طيفور قالها، إذا ما بخلي كل دمعة نزلت من عينك يقابلها 10 دمعات من عيون هذا الفنان سليم ما بيكون اسمي طيفور. ليش شو دخلوا هذا الفنان سليم؟ هو اللي ورطني بهالشغلة. أنا خرج فنادق قاعد بورشتي وما أحلاني طب علي هذا الفنان سليم مثل القضاء المستعجل، وكيف وشلون صرت بهالفندق وضمنته والله ما بعرف. الشغلة مثل المنام، شغلة عز وكابرية ومنغنغة. الفندق بدر مصاري مو بالعقل يا ملا. بس أنا يلي كسر لي ظهري هالولاد ابنك وابن هديك. بس ما بقدر أقول إلا الحق على الفنان سليم. وين بده يهرب مني؟ وين؟ طيب شو بدنا نعمل له؟ المصاري وطاروا. تروح روحه إن شاء الله. ابن عمي المصاري راحوا الله بيعوضني، بس أنا هلا ما عاد لي حدا بالدنيا غيرك أنت، لا تتخلى عني، وقف جنبي. ولا يهمك، أنا بوعدك رجع مصاريكي على دوز بارة. حط لك لقمة تاكلها؟ لا مو هلا، عندي مشوار، لا ارجع. ما بتتأخر؟ لا إن شاء الله ما بتأخر، يلا خاطرك. الله معك. كنك فهيم يا زكي وشاطر وبدك تنجح بالمحو تبع الأمنية، بتقلي كم في بالكلمة. ما فهمت السؤال. طبعا ما راح تفهمه لأنه هذا سؤال ما بينفهم، بس هذا ما بيمنع عنك تلطميصها، لأنه الأستاذ قال بعظمة لسانه إنه في 4 عيون بالكلمة مو عين واحدة. مزبوط، هي معك حق فيها.
فيك تعدد لي اشكالهم؟ هي سهلة كتير. بأول الكلمة، وقع بنص الكلمة، وقع بآخر الكلمة. والرابعة وين رحت فيها يا فهيم؟ إيه ما في عين رابعة. إيه مد ايدك، مد اي شو ما في عين رابعة؟ لك في عينتين بآخر الكلمة، عين مفصولة وعين موصولة. راح أفهمك إياهم شلون. العين المفصولة بتكون مثل مفتاح الشق يلي له عقفة من تحت تبع البواجي، عرفته؟ لك مثل بعدين بقول لك عليه. هلا في عندك العين الموصولة بتيجي شلون إلها دعكيلة ودنب راجع وانت ورايح، يعني مثل فتيس الباص تبع الهوب هوب. فهمتها ولا عدلك اياها؟ ايه اصلا انت فهمتني اياها اكثر من الاستاذ. ايه بعد شو؟ بعد ما بحيت لي صوتي؟ الله يعين استاذك عليك يا زكي. لك والله الشغل بالتدريس اصعب من الشغل بالمناجم، بتصدق؟ لو عم بحكي مع صخر كان فهم. لك شو قصتك انت؟ اي بس من راسك بحياتي انا ما شفت، ومن اللي عم خليت يوم